السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. خبر عاجل ومهم، ولكن قبل البدء بالفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. حذرت دول غربية من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في تركيا من خطر التعرض للاعتداء أو للاعتداءات بعد حادثة أو على خلفية حادثة حرق نسخة من القرآن الشريف في السويد والدنمارك. طبعا هذا الشخص هو من أحدى الأحزاب اليمينية المتطرفة. أحرق زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان في 22 يناير كانون الثاني نسخة من القرآن خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم. طبعا هذا الشخص يميني متطرف، مو متطرف مثل اللي درستكم إياها أمريكا أو درستها لبعض الشعوب إنه المتشددين من الإسلاميين إن كانوا سنة أو غيرهم. لا، هذا طبعا كافر متشدد، ما أعرف شنو ديانته الصراحة، ما أعرف على شنو متشدد. فأقدم على حرق نسخة من القرآن الشريف أمام السفارة التركية في عاصمة السويد أو في السويد في ستوكهولم، في العاصمة السويدية ستوكهولم. طبعا أمريكا وألمانيا وفرنسا حذرت الرعايا من تعرض لأي اعتداء في الجمهورية التركية. طبعا أكيد الشعب التركي راح ما يقوم بهاي الأعمال أو ما راح يرد على الناس المدنية، لأنه الشعب التركي واعي، وأغلب الملل إن كانت بتركيا أو غير تركيا أوعى من الشعب الغربي بكثير بكثير. ولكن شوف أمريكا هي تحذر رعاياها من التعرض للاعتداء على مواطنيها في أراضي الجمهورية التركية. طبعا أصدقائي، وصلنا لنهاية الفيديو، ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.